استغفر الله العظيم يا رب. هو الحيوان ده راح فين؟ والله العظيم لو طلعت نزلت من غير ما تجيب لي الطلبات لموتها. انا مش عارفه. وحياة امك والله العظيم كنت لسه هنزل عشان اجيب لك الطلبات. انت عيل كداب وجزمه، انت ما بتجيش غير بالشبشب دوت. لا والنبي لا. وانا خايف ليه؟ وبعدين انا قاعد فوق مش هتعرفي تجيبيه فيا. وريني بقى انت هتعملي ايه. في حاجة اسمها نرمي الزبالة في الزبالة يا زبالة. طب والله العظيم ما انا راميها. ثانيتين ولا ايه راميها. هو في ايه بقى؟ هي بتمطر شباشب ولا ايه؟ لا انا مش هسمع اللي بيحصل ده. انا لازم الاقي حل. قبل اي حاجه انا بنضرب في البيت ده اكتر ما باكل وعلى اتفه الاسباب. بس انا اكتشفت حاجه، اكتشفت ان امي لما بتحدف الشبشب من مسافه بعيده الشبشب بيفضل ماشي في خط مستقيم لحد ما يلبس في الوش يجيب ارتجاج في المخ على طول، عكس لما تحدف الشبشب من مسافه مش بعيده الشبشب بيعمل لودنج بس. ايه ده؟ ايه الهبل اللي انا بقوله ده؟ فينك يا شطاني؟ انا هنا من بدري على فكره، بس انا كنت سايبك تفكر كده يمكن تلاقي حل. مش لاقي حلول خالص. ايه العمل؟ العمل عمل ربنا. العمل عمل ربنا. الانسان ضعيف. ما تقوم تتوضى وتصلي ركعتين كده بالمره. هو في ايه؟ هو انت مش طب ما تتصرف يا عم. اتصرف اعمل ايه يا عم؟ ده انا اخر مره كنت بوسوس لها لقيتها قرت عليا ما اعرفش تعويذه ولا ايه، خلتني ظهرت وضربتني بالشبشب على الشنطه، ومن ساعتها حرمت. يعني لا انس ولا جن قادرين عليها ولا قادرين على الشبشب حتى. طب ايه الحل؟ عايز نصيحتي؟ يا رب عيد. ده عذاب ايه اللي انا فيه ده يا ربي؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ بدل ما تتصرف تقوم تحرق الشباشب ولا تعمل اي حاجه وتبقى حليت المشكله؟ ما بصراحه ما حضرتش حصه الاختفاء في تالتة جهنم. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم روح من هنا بدل ما احرقك واحرق نفسي واحرق الشباشب. لا يا اسطى مش همشي غير لما اساعدك. بص انا هعمل معاك واجب، انا هديك قوه هتمنع اي شبشب يجي في وشك. جاهز؟ مالك يالا بتبص لي كده ليه؟ انا بص في اي حته تعجبني وواقف ومش خايف ولا في اي حاجه. والله طب غور من هنا بقى. ده انا ماما يالا عيب عليك. متنسوش تعملوا لايك.